السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. في واحدة مطلقة، حسبي الله ونعم الوكيل فيها وفي أمثالها، حرمت طليقها من إنه يشوف ولاده. إن شاء الله ربنا هيحرمك من أعز ما تملكي، انت واللي زيك واللي ساعدك وأعوانك. الشاب يا عيني نفسيته تعبت وانتحر. يا ترى سيادتك يا حلوة الحلوين مبسوطة دلوقتي ان انت حرمتي ولادك من ابوهم الى الابد؟ ذنب الشاب ده في رقبتك ورقبة اهلك ورقبة كل من ساعدك على انك، مش على انك تطلقي في 60 داهية. انت واللي زيك تبقي في 60 داهية، لكن انت ذنبه في رقبتك انت وفي كل اللي ساعدك وشجعك على انك تحرم العيال من ابوهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي كل اعوانك وفي كل واحدة زيك تحرم العيال من ابوهم. انت مش حرمتي العيال من ابوهم وبس، انت حرمتي العيال من ابوهم العمر كله، وحرمتي الراجل من انه يشوف ولاده لحد ما مات، انتحر عشان يرتاح من الدنيا واللي فيها. واللي فيها مين هما؟ واحدة واطية وما عندهاش أصل. مش عيب انك تطلقي، ما ياما مطلقات، بس بتقوله دول ولادك، من حقك تشوفهم الليل قبل النهار. اما العلاقة اللي بينا هي انتهت، ملناش نصيب نكمل مع بعض. دي الناس العاقلة، دي الناس المتربية، دي الناس اللي عندها أصل. إنما انت حسابك عند ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. قلبي هيتقطع، قلبي بيتقطع على الشاب لما عرفت انه انتحر من شدة شوقه لولاده، وانت حرمتيه منهم. تتحرمي من أعز ما عندك بإذن الله، بإذن الله. إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم.